هم عندي أنا شخصيا الناس اللي يعني مجهدين لقلبي أكتر حتى من غيرهم، أكتر حتى يعني الشهيد الذي قتل في أحداث 25 يناير ذهب إلى ربه ينعم بما عند الله، إنما دول نزلوا وأصيبوا وعايشين يتوجعون مما حدث ليهم الأجر عند الله أيضا كبير، لا شك في ذلك. لكن الحقيقة يجب ان احنا يعني نكون معاهم ولهم بأقصى ما نستطيع، لأن دول اللي موجودين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمهم، وخصوصا أن في بعضهم أصيب ثم مع الأسف أعيد وأصيب إصابات فادحة وبالغة يوم السبت اللي فات. فيعني مسألة ما أعرفش في حد يجهز على جريح، مسألة غير عادية الحقيقة يعني. طيب أستاذ حازم، خلينا ندخل كده في موضوعاتنا. كنت أنا في تقديمتي بقول أخطأ من لم ينزل الميدان، وأخطأ من نزل إلى الميدان للدعاية لنفسه أو للإثارة. حضرتك من الشخصيات السياسية البارزة القليلة التي تواجدت في الميدان بعد الجمعة اللي حضرتك دعيت ليها للجمعة اللي فاتت. حضرتك أخطأت بنزولك الميدان ولا كنت على صواب في وجودك في الميدان؟ أنا نزلت الميدان ولا زلت في الميدان، ودعوت إلى نزول الميدان ولا زلت أدعو إلى نزول الميدان، وأعتبر أن كل من يتخلف عن الوجود في الميدان الآن يعني عليه أن يراجع معاني كثيرة جدا وكبيرة، لأنه إحنا أمام دماء كثيرة. الناس يوم الجمعة، الشعب، الوطن، الناس العادية كانت على مستوى المسؤولية ومحترمين، وعادوا إلى بيوتهم وكفلوا الهدوء للوطن، وكان المفترض أن السلطة القائمة تكون على نفس المستوى أو على نصه أو على ربعه أو على عشره في كفالة هذا الهدوء. محدش بات في ميدان التحرير إلا المساكين دول اللي هو سبق إصابتهم، فكونه تجترئ السلطة العسكرية والآلة آلات السلاح إنها تقتحم ميدان التحرير عشان 50 جريح مسكين مصاب، وتقتحمه وتوقع في اليوم الأول من الأحداث بس، وده القدر اللي اعترفوا به، 750 شخص بين جرحى وبين قتلى، 750 في اليوم الأول فقط. فدي مسألة الحقيقة لا يمكن أنها تقبل. فمين ده اللي يقول ان في خطأ بمن نزل يغيث الناس؟ امال نسيب الناس بين الآلة العسكرية؟ طب هل أغثتوا بالناس؟ يعني هل الناس دي على وجه الخصوص تم؟ انا مش عارف حتى هو مطلوب نحقق نتيجة ولا مطلوب ان احنا ننزل للمساكين اللي شوف يا أستاذي، لو حضرتك وربنا يعافيني ويعافيك، لو اللي موجود في الميدان اللي اتقال لك انه بيجرح او بيقتل ده ابنك او ابني، مش هتحسب الحسابات دي، لانه ابنك اللي انت شفته وليدا ورضيعا وصغيرا بيكبر قدامك تشوفه بيقتل، هتلحق تنزل له. الذي كنت أراه ولا زلت هو انه شرف اي انسان ان ابن غيري مش ما هواش غير ابني، وانه اللي يحصل في الميدان لا كان في حد في شارع محمد محمود ولا حد معاه طوب ولا حد بيروح الداخلية، ده ناس جرحى ومصابين نايمين في الخيام. تقتلهم ليه؟ تذبحهم ليه؟ انا كان قصدي من السؤال، هل اغثناهم ام نزلنا اعتراضا على ما حدث لهم فقط ولم نغثهم في اننا ناخدهم في حضننا؟ وده برضه هيخليني اقول طب احنا ما خدناهمش في حضننا طول الفتره اللي هم موجودين فيها ليه؟ امال الاحضان اللي قتلت تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم دول كانوا ايه؟ ما هو اللي لما المجلس العسكري أدخل قواته يوم السبت ما اكتفاش بيوم السبت، ده رجع دخلها تاني إلى قلب ميدان التحرير يوم الحد الظهر، وقتل آخرين وجرح آخرين، ورجع نزلها ثالث إلى قلب ميدان التحرير إلى الصينية يوم الاثنين، وقتل آخرين وجرح آخرين. مش الناس اللي في ميدان التحرير هم اللي سخنوا، ده دول الناس اللي لقوا السلطه العسكريه لسه ما جيناش لمين مين اللي سخن. فحضرتك بتقول لي هل خدناهم في حضننا؟ نعم، احنا وجدنا ناس جرحوا في احداث الشرف في 25 يناير وموجودين النهارده قدام دبابات ولا مدرعات ولا ما اعرفش سلاح نوعه ايه. فشيء طبيعي ان نقول للناس كنا نتمنى نلم، ما احنا لمينا، حاولنا نلم، لكن هناك خطة سلطوية مسبقة لتسخين الأمور. طيب الناس يعني لما أجرينا كده بعض استطلاعات الرأي لقينا أن بعض الناس، يمكن الناس مقسومة، شايفين أن لأ
ده الناس بتسخن اكتر، لا ده الداخليه والمجلس العسكري بيسخنوا اكتر، فالناس منقسمه. وده مش كلامي، لكن ده الكلام اللي نزلناه في الشوارع طبعا. البعيده عن ميدان التحرير. لان اللي جوه ميدان التحرير اكيد قناعاته كامله ومكتمله، والا ما كانش راح وبيت وعرض نفسه لما يتعرض ليه. بعض الناس تانية شايفه ان الساده القائمين على السياسه، سواء الراغبين في السياسه او كل من يرغب في ان يكون رئيسا للجمهوريه او يكون له منصب سياسي، هم اللي بيدفعوا دفعا لهذه الاحداث انها تحصل، كل واحد لمصلحته. يدفعوا دفعا انهم عملوا ايه؟ دول راحوا ناموا في بيوتهم يوم الجمعه بالليل. دفعوا دفعا عملوا ايه؟ الاحداث وقعت، والناس اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول كلهم نائمين في بيوتهم وهادئين، وقالوا للناس اهدأوا. الشعب المصري كان هادئ ونائم في بيوته. دفع عمل ايه؟ اصل الكلام الفارغ، طبعا عارف حضرتك بتنقله مش كلامك، يعني بتنقل رأي لفصيل من الناس. الكلام الفارغ من المضمون اللي ملوش محتوى سهل. يعني ايه بيسخنوا؟ دول كل الناس دول خطبوا خطب متسجلة على الانترنت عصماء انه يا جماعة ارجعوا ونريد ان نكفل الهدوء للبلد وللوطن و انما تاخد حالة الهدوء اللي الشعب بيقدمها لنفسه علشان الحراك الدستوري يحصل وتحدث هذا، وبعدين تقول ان دول بيدفعوا بيسخنوا، بيدفعوا بانهم قتلوا، بيدفعوا بانهم ضربوا، بيدفعوا بانهم اطلق عليهم النار. يعني الحقيقة كلام يعني بنقول ان اهل السياسة كلهم رجعوا يوم الجمعة 18 مع نهاية اليوم، وبالتالي ما كانوش موجودين فيما حدث من احداث تالية. ليه الشباب اللي موجود في الميدان حاسس ان التيارات الاسلاميه، رغم ان حضرتك زي ما بتقول متواجد كل يوم، وانا شفت حضرتك يعني شفتك تلفزيونيا اكتر من مره موجود في الميدان، مش محتاج ان حضرتك تؤكد تواجدك، ليه بيقولوا ان التيار الاسلامي لم ينصرهم؟ شعروا بخيانه التيار الاسلامي. هل هي بعض التيارات الاسلاميه ولا كل التيارات الاسلاميه ولا البعض بيبقى ينسحب على الكل؟ المسألة الآن الحقيقة أنا عايز يعني أعلو أكتر من كده. هو المسألة الآن إيه حكاية سياسيين وتيارات؟ الموضوع ليس فيه لا سياسيين ولا تيارات حاليا. مفيش حاجة اسمها تيار سياسي وتيار ليبرالي وتيار يساري وتيار. إحنا أمام يا أستاذي الفاضل، إحنا الآن أمام وضع في منتهى الخطورة. إن أنا عندي سلاح لا يزال في يد السلطة التي قتلت وجرحت، ملهاش دعوة بالتيارات. أنا كل اللي أنا عايزه أقوله إنه هذا السلاح ينزع ممن يقتلون ويضربون. مسألة يقولها التيار الإسلامي، يقولها التيار الليبرالي، يقولها التيار الاشتراكي، إنما اللي ينزل الميدان الآن لا يمكن يفرق بين واحد، كلهم موجودين فعلا. انزل حضرتك موجودة بقوة، كله موجود، انزل حضرتك شوف. ليه الشباب بيقولوا لا ده الاخوان باعونا، لا ده التيار الاسلامي مش موجود، لا ده الكثافه اللي لو كانوا موجودين ما كانش حصل لنا كده؟ لا غير صحيح. لا هو يقصد السبت الصبح ولا بعد كده؟ ما هو يقصد في الايام التاليه. لا جماعه الاخوان مثلا اعلنت عن عدم تواجد جماعه الاخوان لها نظره، وهذه النظرة يعني بتحسب بيها اعتبارات معقدة ضد بعضها. ما أقصد اعتبارات الموقف دلوقتي اعتبارات معقدة. هو حضرتك شايف انه اعتبارات الموقف حاليا اعتبارات مبسطة؟ دي معقدة جدا، لان انت عندك انتخابات برلمانية بعد 3 أيام، وعندك مجلس عسكري لا يمكن يستمر تحت اي سلطة، تحت اي بند، ومعه سلاحه في يده الذي ثبت أنه قتل. بقت في بينه وبين الشعب قضية دماء. لا يعني ازاي ما يبقاش معاه سلاح؟ حضرتك عايز تجرد الجيش من السلاح؟ سلاحه ده ضد أعداء الخارج مش ضد الداخل. لكن يعني كلمة سحب السلاح دي بس مش فاهمها. يعني لا أنا لا أقصد السلاح اللي هو بندقية ومسدس. أنا أقصد سلاح التسلط على الناس، إن هو ما يفضل الجيش ده لازم يظل جيش محترم، جيش قوي، قوات مسلحة تحمي الوطن، كل شيء، سلاحه على أعداء الوطن. إنما أن يظل موجودين مثلا في ميدان التحرير اللي الجيش بيقول إنهم كانوا 50 واحد، يصبحوا بكرة وبعده تحت يعني تحت نيران أو تحت سلطة السلاح اللي ضربهم امبارح. طبعا ده مستحيل. ازاي الناس تقول له روح ورجع وخلي الوضع زي ما كان عليه؟ مستحيل. لازم تضمن لي اولا ان السلاح الذي قتل بالامس وجرح بالامس لا خلاص ما عادش هيفضل موجود. انا بسأل سؤال عن القنابل الغاز ولا القنابل المسيلة للدموع اللي مكتوب عليها بالعبري
علي على لا الموسيقى. مع حضرتك المكتوب عليها بالعبري